يعني انت بقى عايز تقنعني انك عملت فلوس من المجال اللي بيقول عليه اونلاين بيزنس ده؟ يا عم كبر دماغك يا عم، مفيش الكلام ده كله نصب ونفخ يابا. هو انا بقول لك احلم؟ ايوه عملت فلوس من الاونلاين. اتعلمت خدمه وفي واحد شافها طلبها مني وعملتها له عجبته وبعت لي الفلوس. وبعدين بقول لك ايه انت هتكتر في الكلام ليه؟ ما تيجي نشوف. السلام عليكم. انا عملت اول $50 اونلاين بخدمه حقيقيه في سوق حقيقي مع عميل حقيقي. عايز تعرف القصة كاملة؟ هحكيها لك بعد الانترو. انا بعمل اللي بعمله ده علشان اسيب اثر، يمكن كلمة تغير حياة، يمكن لحظة تبني انسان، والنية دايما رضا ربنا وبس. القصة بتبدأ ببساطة جدا ان انا كنت بسكرول في يوم على اليوتيوب، شفت صورة كده لفيديو واحد بيقول اتعلم ازاي تعمل تصميمات عن طريق ابلكيشن. مش هينفع اقول اسم الابلكيشن عشان خاطر ما يبقاش اعلان، ولكن هسيب لك اسم الابلكيشن في الوصف تحت الفيديو. ببساطة جدا دخلت شفت الفيديو، اتعلمت شوية تريكات عن الابلكيشن دوت وحملته اوكي. وبدأت ان انا اعمل اصلا تصميمات عن طريقه لشغلي. واحد صاحبي شافه عجبه جدا التصميمات اللي انا بعملها لنفسي، اصلا الموضوع بادئ من عندي، انا ما كنتش اقصد حتى ان انا اماركت لنفسي في اي حاجه. فالموضوع ببساطه الراجل دوت عنده سنتر، السنتر دوت عنده فيه مدرسين، فقال لي محمود انا عايزك تعمل لي التصميمات بتاعه المدرسين عشان نعلن عن الدروس السنه دي. فقلت له اتس اوكي مفيش مشكله. عملت له تصميم عدلنا فيه كذا تعديل عجبه. قال لي انا عايزك تعمل لي 20 تصميم. عملت له ال 20 تصميم، الراجل حول لي الفلوس والموضوع كان بمنتهى البساطه. اللي انا عايز انا وانت نطلع منه بالقصه دي، هنطلع من شويه حاجات كده وهقول لك اسرار كتير في مجال الاونلاين، وهقول لك اسرار عن نفسك انت شخصيا تخليك تخش الاونلاين بقلب جامد وتنجح فيه. واختصر عليك كلام كتير جدا هتسمعه في فيديوهات كتير قوي لناس ممكن تكون بتتكلم في كلام مش واقعي خالص، في شغل مش حقيقي. عشان كده انا قصدت في البدايه اقول لك ان العميل كان حقيقي والسوق حقيقي والخدمه اللي انا قدمتها له حقيقيه، فبالتالي تعرف فعلا تطلع فلوس من الاونلاين. خليك معايا لاخر الفيديو عشان خاطر هنعرف مع بعض شويه تريكات بسيطه جدا تقول لك ازاي تعمل اول دولار من مجال الاونلاين بيزنس. اولا خلينا ابدا معاك بحاجه مهمه جدا، وهي فكره الناس دايما بتناقشها او بتبقى جواهم بس مش بيتكلموا فيها، وهي ايه؟ ليه الناس مش بتبدا اصلا في مجال الاونلاين؟ بسبب 3 حاجات هنسميهم خوف وكذبتين. اول حاجه خوف وقله ثقه في الاونلاين نفسه، ان المجال نفسه فعلا ما يكونش بيطلع فلوس زي ما ناس كتير جدا فاكره. طيب والكذبتين ايه؟ اول كذبه بنصدقها ان لازم ان انت حضرتك تكون شخص محترف جدا عشان خاطر تبدا. طيب دي كدبة مش يعني حقيقية تماما لسبب بسيط جدا، لان انا ما كنتش محترف خالص، انا اتعلمت شوية تريكات في ابلكيشن معين عملت عن طريقه فلوس. دي الموضوع ببساطة جدا. طيب تاني كدبة وهي ايه؟ ان لازم يبقى عندك راس مال كبير وادوات وحظ ومعرفة وسر خطير لازم تعرفه الكلام ده مش حقيقي تماما، لان الحقيقة اصلا مختلفة. على فكرة اللي بدأوا في مجال الاونلاين وبقوا ناجحين كانوا في مكانك بالظبط، مش فارقين عنك اي حاجه، لكن الفرق كان في ايه؟ الفرق ان الناس دي اتعلمت حاجه بتقدمها لناس هي فعلا محتاجه الحاجه دي. يعني الموضوع ببساطه ان انت محتاج تتعلم فعلا حاجه مفيده الناس ممكن تكون محتاجاها، وهرشح لك شويه حاجات ممكن تتعلمها عشان خاطر تبدا ان انت تدخل اول دولار من مجال الاونلاين. طيب ازاي تبدأ انت كمان تكسب من مجال الاونلاين؟ هكلمك النهاردة عن 3 نقط مهمين جدا جدا محتاج تاخد بالك منهم. اول نقطة، دور على مهارة بسيطة. مش لازم تكون حاجة كبيرة قوي، يعني مش لازم تروح تتعلم برمجة عشان خاطر تبدأ. اتعلم حاجة بسيطة زي ايه مثلا؟ زي الكتابة، زي التصميمات، زي الترجمة، زي تفريغ الصوتي، زي إدارة الصفحات and so on. تمام كده؟ طيب تاني حاجة، قدم للناس فعلا او سوري قدم للناس حاجة فعلا هم ممكن يكونوا محتاجينها. مش ضروري بالمناسبة تكون خبير، بس لازم تكون صادق مع الناس اللي انت هتبدأ تتعامل معاها. طيب رقم 3، اعمل اول شغلانة حتى لو ببلاش وخد منها تقييم وثقة. التقييم والثقة اللي هتاخده من الكلاينت اللي انت هتعمل له اول خدمة في حياتك دي حتى لو كانت فور فري، الخدمة دي او التقييم والثقة دي ممكن يدوك دفعة بشكل غير طبيعي لقدام. عشان كده انا عايزك تفهم حاجة مهمة جدا، كل ما قدمت خدمة حقيقية حتى لو كانت صغيرة هتقربك خطوة من اول دخل حقيقي. وانت عندك النهاردة مواقع وجروبات ناس كتير جدا بتطلب حاجات كتير جدا، وانت ممكن تكون من ضمن الناس اللي مرشحة ان هي تنفذ لهم الخدمة دي، فبالمقابل تاخد قصادها فلوس. خلاصة انا بدأت بتصميم، وبعد ما عجبه
طلب 20 تصميم. يعني ايه الكلام دوت؟ النهارده انا بفهم حاجه مهمه جدا جدا، وهي ان كل دخل بدأ يدخل لي كان قصاده قيمة حقيقية أنا قدمتها لحد في يوم من الأيام. لو بتدور على شغل أو بداية، ابدأ من أبسط حاجة تعرف تعملها وقدمها بمنتهى الصدق. الإنترنت مكان للناس اللي بتقدر تحل المشاكل، مش مكان بس بتجيب منه فلوس. فالمهم جدا ان انت تكون بتدور انك تساعد غيرك وتقدم له الحاجة اللي هو محتاجها، فبالتالي هتقدر تعمل قصادها فلوس كويسة جدا جدا. عشان كده انا عايزك تبدأ وتحط هدفك، ويكون هدفك دوت مش الفلوس، هدفك دوت انك تكون فعلا فعلا شخص بيقدم حاجة مفيدة للناس. وانا رشحت لك كذا مجال ممكن تبدأ من خلاله، والفلوس كده كده هتيجي بعدين لانك انت شخص بتقدم حاجة مفيدة لحد. لو مستعد تبدأ، اكتب لي في التعليقات ايه اول حاجة قررت ان انت تتعلمها، او اول خدمة قررت ان انت تشوف هي ممكن تكون بتتعمل ازاي وقررت انك انت تقدمها للناس. بعد كده اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس عشان اي رسالة جديدة توصل لك. وعايزك كمان تعمل لايك وتبعت الفيديو ده لاي حد انت حابب ان انتوا الاتنين تبدأوا مع بعض وتتعلموا خدمة مع بعض بحيث تقدموها وكمان تشجعوا بعض. وبعد كده عايزك في نقطة مهمة جدا جدا، وهي ايه؟ اوعى تنسى الشعار بتاعنا، خلي الرسالة توصل لك، خليها توصل للعالم. اشوفك الفيديو اللي جاي.